السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسوا إخواني الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلكم كل جديد عن أحوال الطقس في الجزائر. ثلوج وأمطار رعدية بهذه الولايات. أفادت النماذج الرقمية للرصد الجوي تبين قدوم اضطراب جوي محتمل بكتلة هوائية باردة تخص الولايات الغربية والوسطى، كما أن الاضطراب الجوي سيكون متوسط النشاط محمل بأمطار غزيرة تتراوح كميتها ما بين 20 إلى 50 ملم محليا، مع تساقط للثلوج على المرتفعات الغربية والوسطى التي يتراوح علوها ما بين 1000 و 1200 متر. وسيخص هذا الاضطراب اليوم السبت ولايات وهران، سيدي بالعباس، مستغانم، معسكر تيارة، الشلف، الجزائر العاصمة، البليدة، المدية وأبو مرداس، حيث أن الأمطار ستكون أكثر اعتبارا على الولايات الوسطى. وحسب نفس التوقعات لمصالح الأرصاد الجوية، فإن هذا الاضطراب الجوي سيكون محملا أيضا بكتلة هوائية باردة تؤدي إلى انخفاض جد محسوس في درجات الحرارة التي ستكون جد باردة على الهضاب العليا والمناطق الداخلية، خاصة خلال صبيحة والليل، أين ستصل إلى ناقص 2 درجة على ولايات الجلفة، تيارة، نعامة ومنطقة مشرية، بينما لن تتعدى 5 درجات على المناطق الساحلية. أما درجات الحرارة القصوى فستكون أيضا باردة، حيث لن تتعدى 12 درجة على المناطق الداخلية، كما ستتراوح ما بين 15 إلى 19 على المناطق الساحلية، ومن 25 إلى 27 درجة بالجنوب. وتشير ذات التوقعات إلى أن درجات الحرارة ستبقى باردة ومنخفضة طيلة الأسبوع المقبل بسبب منخفض للضغط الجوي. بالمقابل ستشهد السواحل الوطنية هبوب رياح قوية تتعدى 50 كيلومتر إلى غاية يوم الأحد المقبل، تؤدي إلى بحر من مضطرب إلى هائج على طول الشريط الساحلي. مع السلامة.